طريقة تغيير باسورد الواي فاي واخفاء الشبكة وتغيير اسم شبكة الواي فاي. طبعا الراوتر اللي احنا بنتكلم عنه راوتر H188A. يعني حضرتك لو عندك موديل الراوتر ده H188A سواء في شركة اورنج فودافون اتصالات وي، فهو الشرح، لان هو السيستم واحد. يعني سيستم الراوتر واحد بس بتختلف من كل شركة انها بتحط السوفت وير بتاعها. تمام؟ يعني الموديل ده موجود عندك. بكرر كلامي للمرة الثانية، لو حضرتك تمتلك راوتر H188A وعندك شركة اورنج فودافون اتصالات وي والموديل ده موجود عندك، فهو الشرح. وبرضه لو تمتلك راوتر H168N برضه هو الشرح ليك. اللي بيختلف من H188A انه بيبث شبكتين 2.4 وال5 جيجا هرتز. اما الراوتر ال H168N ده بيبث شبكه واحده 2.4. تمام؟ طيب كل اللي علينا هنفتح المتصفح بتاعنا سواء من خلال الموبايل بتاعنا او من خلال جهاز الكمبيوتر، وهنبدا نكتب في المتصفح كده في البحث 192.168.1.1.1 وهنقول انتر. هيبدا يفتح معايا صفحه الراوتر بالشكل ده. تمام؟ هنا بيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم عندك في ظهر الراوتر، هنكتبهم ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبنا اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر هنقول لوج ان. هيبدا يفتح معايا الراوتر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده يا شباب. كل اللي علينا نختار حاجه اسمها لوكال نتورك اللي هي ديت، هنضغط عليها. بعد كده نختار حاجه اسمها WLAN. بعد كده هتلاقي حاجه اسمها WLAN SSID configuration، هنضغط عليها. هتبدا تظهر معايا الشبكات بالشكل ده. طبعا انا فاتح شبكه واحده اللي هي SSID 2 مفعله اهي، ولكن هعمل الاعدادات مثلا على SSID 3. تمام؟ SSID 3 اهي. كل اللي علينا هنبدا نفعل الشبكه. تمام؟ وبعد كده تبدا تضغط عليها وهنبدا نيجي عند SSID نيم. اسم الشبكه اسمها احمد، انا ممكن اخليه وليكن عمرو. تمام؟ خليته عمرو، عفوا خليتها عمرو. تمام كده بقى انا SSID نيم دي خاصه بتغيير اسم شبكه الواي فاي. الاول كان اسم الشبكه اسمها احمد، ولكن دلوقتي اسم الشبكه بتاعتي بقى اسمها عمرو. طيب هنيجي بقى للخطوه الثانيه وهي اخفاء شبكه الواي فاي. ازاي اقدر اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي؟ هتيجي عند SSID هايد وهتحدد على اون. حددت على اون كده على SSID هايد، حددت على اون كده انت عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام؟ بعد كده هنيجي نضغط على الخيار ده وهنختار اخر خيار. بعد كده هنيجي عند الباسورد. طبعا انا هكتب الباسورد وليكن انا كتبت الباسورد. انا مش عارف بقى انا كتبت ايه، حرف زياده حرف ناقص، فخايف اعمل ابلاي واجي افتح الواي فاي ما يفتحش معايا. فكل اللي عليا هاجي عند المربع ده واضغط عليه على شو باسورد، هيبدا يظهر الباسورد اللي انا كتبته. انا ممكن اجي اكتب وليكن مثلا عمرو. تمام؟ واعمل ماشي، واعمل 1 2 3 واعمل شباك. تمام؟ وبعد كده هبدا اعمل حرف كابيتال. تمام؟ هيبدا يعمل معايا الباسورد بالشكل ده. لازم تعمل الباسورد بتاعك يكون قوي عشان ما يتمش اختراق الباسورد بتاعك. تمام؟ وممكن اجي اعمل تاني واعمل 1 وحرف كابيتال وحرف سمول. بكده انا عملت الباسورد بتاعي قوي جدا. كل اللي عليا هبدا اضغط على ابلاي، هيبدا يجيب لي علامه الصح ان تم حفظ الاعدادات. اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.